شلونك؟ الله يخليك حبيبي ابو جواد. ابو سجاد، شو تقدم للنادي البحريني اللي لبى دعوة النادي الصفاقي العراقي وجاء من البحرين للعراق؟ والله يعني انا اشكرهم هواي اشكرهم على تلبيتهم الدعوه اللي قدمنا لهم اياه، واللي هم الناس تحملوا عناء السفر وتعب السفر ولبوا هاي الدعوه وحضروا لاخوانهم بنادي الصفاقي النجفي، والحمد لله وشكرا. احنا كنا محتاجين هاي يعني الدعوه ومحتاجين لاخواننا اللي يزورونا، لان انت تعرف المعلومات اللي عندنا انه بالبحرين بعض النفوس الضعيفه انه تقول بالعراق ماكو حمام اصيل، ماكو مواصفات حمام بالعراق، ماكو خبره بالعراق، ماكو مربين على مستوى بالعراق. فاحنا كنا محتاجين انه يجونا مثل الاخوان الاخ علي الخزاعي والاخ خليل والاخ ماهر والاخ ابو جعفر، لان تعرف هذول الناس هم لهم الفضل بتطوير الحمام وسمعتهم الطيبه بالبحرين، هم ناس صاحبين ذوق وصاحبين خبره عاليه وباع طويل بهذا الطير. فاحنا جدا سعداء بحضورهم لنا هنا، والحمد لله والشكر قدرنا نوصل صوتنا ووصل نطلعهم على الحقيقه اللي موجوده عندنا هنا. انت تعرف مثل ما قلت لك بعض ضعاف النفوس حاولوا ان يقصون معالم هذا الطير العراقي والخبره العراقيه والمربي العراقي، لكن الحمد لله والشكر مما اجوا ذول الاخوان تعبوا انه تحملوا السفر واجوا للنجف هنا، الحمد لله والشكر اخذناهم وطلعناهم على مواصفات الحمام، وهم الناس وثقوا، وبعد ما راحوا سووا لقاءات مع كبار المربين عندنا طلعوا على مواصفات الحمام اللي عندنا، وطلعوا على يعني على الخبره اللي موجوده عند المربي العراقي، هم على مواصفات الحمام، وهم الناس وثقوا، وبعد ما راحوا سووا لقاءات مع كبار المربين عندنا طلعوا على مواصفات الحمام اللي عندنا، وطلعوا على يعني على الخبره اللي موجوده عند المربي العراقي، والحمد لله والشكر هم الناس تجاوبوا ويانا ووثقوا هاي المعلومات، وراح ينقلوها ان شاء الله لاخواننا بالبحرين. واحنا مقابل هذا سالناهم على بعض اخواننا المربين اللي يحملون خبره عاليه واللي عندهم سلالات ممتده من العراق. شو تحب تقدم لهم فد كلام للمربين القدامى اللي محافظين الناس الكبار بالبحرين؟ شو تنصحهم؟ شو تقول لهم؟ والله يا ابو جواد، يعني حسب ما الناس حكونا على الخبرات اللي موجوده هنا، انا اوجه لهم شكري وامتناني وتقديري لهم، مثل اخواننا المربين الكبار اللي قالوا لنا عليهم واللي نسمع عنهم، مثل هاي الاسماء اللامعه بالبحرين، مثل الحاج سلمان الصفار، الاخ جمعه الصفار، الاخ عباس المقوع، الاخ فاضل الطريف، الاخ حبيب مدن، الاخ ابراهيم الساري، الاخ حسين عبد الوهاب، الاخ محمد رضا، الاخ سلطان، الاخ جاسم الماجد، واسماء هوايه لامعه بالبحرين. الحمد لله والشكر، انا افرح من اسمع انه اكو خبرات واكو ناس بالبحرين تعتبر هي الستاندرد، تعتبر هي المعلومات الاساسيه بالطير الصفاقي. اوجه لهم شكري وتقديري واحترامي لهم، واطلب من عندهم انه يساندون اخوانهم بالنادي البحريني، ويا ريت انه يسوون فد محاضرات للشباب ويوعون الشباب ويثقفون الشباب على هذا الطير وعلى امتداد هذا الطير وتاريخ هذا الطير، وان شاء الله هم ناس مما يحملون من خبره يقدرون يوصلون هاي المعلومات وهذا الكلام عن هذا الطير الاصيل اللي ما يقبل تهجين. وانا اشكرهم جدا اشكرهم، وان شاء الله التقي بهم عن قريب، وانا افرح من اسمع انه